اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من كل بلد اكله. برحب بكل المشاهدين يتابعونا النهارده معاكم ان شاء الله لمده ساعه على الهواء، طبعا في انتظار كل اسئلتكم واستفساراتكم على ارقام تظهر معانا حالا على الشاشه. زي ما نوهت امبارح وقلت النهارده كورس مكثف لايف لاي حد عايز يتعلم شخصيات بعجينه السكر او بالفوندو. شخصيات دايما بنشوفها بره واشكال تورتات مختلفه، بنقول يا ايه ده اتعملت ازاي، الدنيا صعبه ولا سهله، مش عارفين. طبعا امبارح قلت لكم تحضروا عجينه السكر علشان تشتغلوا معانا على الهواء، واي تفاصيل طبعا عايزين تعرفوها في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم على ارقام تظهر معانا دلوقتي حالا على الشاشه. النهارده هنقدم اشكال مختلفه، ويمكن الناس اللي حاساها ان هي صعبه ان شاء الله تلاقوها ان هي سهله معانا، مع طبعا الجميله سوما. برحب بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. منورانا طبعا الاول. ده نورك. ربنا يخليكي. سوما انت حد متميز جدا في الكيكس ديكوريتورز. لا بجد فعلا شفت لك شغل كتير حلو قوي قوي يعني، وحاجات فعلا الناس كلها بتشوفها بتحس ان هي صعبه. لا هي مش صعبه خالص، هي بالعكس هي جميل، هي سهله وممكن قوي ستات البيت يعملوها. فانا يعني هتعلمينا النهارده انا هختار الحاجات السهله يعني. عارفه هختار، هبدا مثلا يعني انا لما باجي اعلم حد كورسز للفيجر وكده ببدا الاول بالحيوانات، بعدين شخصيات ديزني، بعدين بدخل بقى بالشخصيات الكبيره بقى اللي هي زي الفروزن والحاجات دي، وبعدين شخصيات البني ادمين. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين اصلا الاشكال اللي معانا على التورته شكلها بجد رائع جدا، وفيها كم تفاصيل ما شاء الله يعني قويه جدا. فان شاء الله لا دي حقيقه بجد، فان شاء الله نتعلم كده واحده واحده مع بعض حاجات مختلفه. هو الموضوع على فكره مش صعب يعني. هو الستيب يعني خطوه خطوه بالظبط بتمشي ورايا وبعدين بتتعلميها. خلاص اوكي. هتعلمينا ايه النهارده بقى؟ فانا بفكر يعني، بصي انا سالت طبعا زمايلي انتوا عايزين تتعلموا ايه؟ انتوا دي هتعلمينا حاجه؟ فانا قلت لا هم عايزين ميني ماوس ممكن بو، يعني حاجه بناتي وحاجه اولادي. خلاص ماشي. نبتدي بايه؟ ميني ماوس. اوكي تمام. اول حاجه طبعا محتاج الوان ايه؟ بالنسبه للالوان الفوندنت اصلا انت عارفه هو اصلا موجود يعني. زمان ما كان الفوندنت دي حاجه صعبه قوي، ما كانتش موجوده وكده، فدلوقتي الفوندنت بقى متداول. في ناس اصلا بتخاف تتعامل على فكره معاه. في ناس بتفهم ان هو حاجه صعبه. لا هو الفوندنت مش صعب. الفوندنت يعني سهل جدا في التشكيل، كانه صلصال يعني. احنا صغيرين كل الالعاب بتاعتنا كانت صلصال، فهي نفس الفكره. وحاجات ثانيه برده زي كده يعني. انا افتكر واحنا صغيرين من العجين بتاع ماما وهي بتعمل زي الايام الجايه دي ان شاء الله. فكنا بنشكل طبعا الحصان الحاجات دي. وحتى الولاد انا عايزه اقول لك دايما وانا شغاله لازم حد جنبي بيشتغل معايا. ده اساسي يعني نمبر 1. ايوه. فانا عايزه اقول ان الفوندنت موجود في المحلات عند كتير من السبلاير. زمان ما كانش، يمكن من كام سنه ما كانش منتشر، دلوقتي منتشر في محلات كتير. ولما انتشر ابيض بس، بعد كده بقى متوفر كل الالوان. وعلى فكره ومنتج مصري كمان مش مستورد يعني. الاول كنا بندور عشان نجيب مستورد وكده، فالمنتج مصري ومتداول. وكمان بس هي الالوان اللي لسه يمكن ما توفرتش في مصر قوي، بس كل حاجه مصريه يعني. انا كل ده صناعه ميد ان ايجيبت حتى يعني. كمان كله طبعا بتشكيل انا اللي مشكلاهم يعني. مفيش يعني كذا حد يقول لي دي مولد او قوالب يعني او كده. فهي لا مش قوالب، هي تشكيل. بصي هي الفكره دايما بقول الواحد ما بيحب شغله قوي بيدي فيه قوي يعني. انا مقتنعه دي جدا يعني. فانت عشان بتحبي الحاجه فبتحاولي تبتكري فيها. ويعني عايزه اقول لكم يعني بجد يعني الاشكال اللي شايفينها دي ولا اي حاجه عن الاشكال اللي انا شفتها سوما عاملاها. اشكال فعلا يعني بني ادمين من الاخر. يا بسمة ربنا يخليك. طيب احنا كده نحتاج الاسود والايه؟ الاسود انا ممكن بلونه، في احيان بتباع اصلا جاهز يعني الالوان. اللون بس الاسود بيبقى صعب في التلوين. انا بيبهدلني، بس بلونه احيانا ببقى مضطره مش موجود او اي حاجه. لا بحس انه ما بيديش درجه البلاك دي قوي. وفي الوان معينه مش اي الوان بتبقى للفوندنت. هي الوان جل موجوده برضو. بس لسه المصري مش متاكده في مصري ولا بس هي بس في مصري نزل، بس هو الجل المستورد اقوى يعني. ده مصري هو متلون جاهز. تمام. بس اول حاجه عشان انا في التشكيل اول حاجه انا بستخدم معاه حاجه اسمها CMC. تمام. ده علشان يدي الصلابه للشكل اللي انت هتعمليه بالظبط. ده انا بستخدمه الباودر ده. اوكي. والباودر ده يا جماعه متوفر تقريبا يعني كميه قد كده محلات مستلزمات الحلويات. كل حاجه على فكره ما بقاش فيه مشكله زي الاول خالص يعني. الاول كنت بعاني عشان الاقي الحاجات دي صح. فعايزه اقول لك لا، بدل السبلاير 2 3 في كل منطقه عارفه. فالموضوع ما بقاش صعب خالص. لا ما بقاش صعب فعلا.
احنا بس نحط مهم كميه جداً قد إن كده. انت الاول بتخليها بحراره ايدك علشان تبقى سهله لازم التشكيل. بالظبط، لازم الاول اطريها. مم. ناس كتيره بقى بتعاني ودايما بيجي لنا اسئله عن ازاي نحفظ عجينه السكر او الفondant. الناس كتير تقابلها المشكله دي. هو انا بحطها بس في برطمان مقفول، مش بس مش لازم كيس يعني في بس. الثلاجه او كده. جوه كيس طبعا، جوه لانها برطمان بتنشف. مقفول. طبعا. فانا لازم احطها جوه برطمان مقفول، بس مش في الثلاجه، بره الثلاجه. في اي ظرف مخصصه او في علبه مثلا. انا بشيلهم في علب دايما فيها بالظبط مستلزمات كده. بتاعه اللي فعلا. بشتغل بيها، فتبقى خلاص بشيلها فيها. ايوه بالظبط كده. ساعات لما بتتشال في الثلاجه وبتخرج اوكي، بعد ما بتفك شويه بتبقى طريه من جوه، بس اللي من بره خلاص طبعا نشف. بره بتبقى نشفت وقشرت، ولو حد حاول يدمجها مع الحته الطريه من جوه فخلاص بتبقى بتفتت. محببه. بالظبط بتعمل فتافيت كده صح. وتبوظ الجزء الجديد اللي انت حاطاه. فانا عشان وانا بشكل اول حاجه دايما بعملها في التشكيل بعمل كوره، دي بعدين بختار بقى الشكل التاني. اوكي ماشي. نركز بقى يا جماعه كده مع بعض، وتعليم على الهوا اهو ببلاش. اول حاجه انا عملت تقريبا الشكل الاسطواني ده. اوكي. بعد كده هي عندها رقبه يعني، وعلى فكره برضو وانا خلينا بعمل نبينها هنا كده يسوم على المات ده. اوكي. وانا بعمل دايما يعني مش بعمل، المفروض ان انا ما اعملش من خيال. لازم يبقى عندي صوره. اوكي، عشان اشوف تفاصيلها، والصوره حقيقيه للشخصيه. تمام. مش هجيب مثلا صوره حاجه زي دي معموله. اوكي، واتفرج على تورته. لا، انا عايزه صورتها اصلا، الكاركتر الاصلي بتفرق من كتير في الشغل. طبعا هطلعها بالظبط مظبوطه. اوكي، انا بس بطلع كده الرقبه تمام بتاعتها. ده الجسم. ده الجسم. اوكي تمام. طبعا انا هبقى عايزاه ينشف. ممكن اسيبه شويه، ممكن اعمل بقى ايه راسه كده. طبعا هو في العادي الشغل ده بياخد وقت، عشان انت بتستني مراحل ان هو ينشف ويتماسك عشان تقدري تعملي عليه حاجه ثانيه بالزبط. عشان تكون متماسكه. بس احنا هنوريكم خطوات، وانتوا يعني هتسيبوا وقت راحه في البيت للحاجات دي ان هي تتماسك شويه. اوكي. احنا عملنا الاول جسم ميكي. انا عملت الجسم وبعد كده هعمل الراس. ولازم برضو تناسق، يعني دايما مش كل مره انا مش حافظه الاسطمبه واحده. لا، كل مره اعملها كبيره شويه على حسب مثلا حجم التورته اللي انا هحطها عليه. اذا كانت مثلا التورته كبيره شويه، لو عايزه هيبقوا كذا شكل مع بعد او هو الشكل بس بالظبط، يبقى سايبه مساحات. مش بس هحط كتله وخلاص. صح. تبقى كبيره، حاجه صغيره تبقى طالعه بره التورته. فلازم لا، المعايير دي يبقى انا حطها في ما هي بتبقى تناسق. واعتقد برضه يا سوما ان هي ما بتجيش من اول مره، يعني ان الواحد يقعد يجرب ويظبط بالظبط. ممارسه بمعنى اصح. هي الفيجر كده، هو شغل الفيجر كله لازم ممارسه. اول مره زي مثلا انا اول مره لو وريتك شكل الفيجر بتاعتي هتضحكي. اكيد ليكي مواقف اصلا مع الحاجات دي. هتضحكي. وبعد كده لقيتها بقى شكلها حلو. طيب ايه ده، طب ما انا ممكن احطها بقى تورته بقى، اتجرأ بقى واحطها فعلا. لقيت بقى اصحابي انبهروا جدا بيها وعجبتهم، فبقيت اطور بقى كل شويه، يعني اقدم محاولات قد ما انا قدرت ان انا اطلعها كده. حلو التطوير، وان الواحد يطور دايما من نفسه ويشوف ايه الجديد اكتر، ايه اللي شكله يعني بيبهر الناس اكتر. الاطفال كمان بتبقى منبهره جدا جدا بالحاجات دي. انا عندي ولادي، انا بالذات ابني الصغير علي ده، عايزه اقول لك دايما هو غالبا قاعد وسامع دلوقتي. فعايزه اقول لك ده اكتر واحد بيشارك معايا. لازم يعمل هو حاجته. انا بعمل كاب كيكس مثلا عليها كاركتر، هو يكون بيعمل بتاعته وبياخدها لنفسه. حاجه زينب ازيك؟ حاجه زينب. الو. ازيك يا ست الكل؟ الو. ايوه حاجه زينب معاكي. الو. ايوه سامعانا. بسوم. ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ حاجه زينب معاكي. كل سنه وانت طيبه. ازيك يا بسوم؟ بخير يا حبيبتي. بخير. الف مليون سلامه. تسلمي لي يا رب. الف مليون سلامه عليكي. ربنا يخليكي. وسلامه ابو نور. ربنا يخليكي. وحلا ووالدتك وكلكم. تسلمي يا حبيبتي. الف سلامه عليكم. بشكرك يا ست الكل. انا طلبتك كتير ما قدرتش اتحصل عليكي يا حبيبتي. نورتيني طبعا باتصالك. بقول لك يا بسوم. قولي لي. الو. معاكي بعد الهوا اطلبيني ضروري. الايه؟ عشان مش بعيده عن الاكل، بعيده عن اي حاجه اسالها. هكلمك حاضر. مساله بيني ما بينك. هكلمك حاضر. ضروري ضروري ضروري. من عينيا الاثنين. وانت حره بقى، تطلبيني ما تطلبيش انت حره. لا لان مش عارفه رقمك بصراحه. عينيا يا حبيبتي حاضر. خلاص ضروري. عينيا. حياه ولادك.
عينيا والله حاضر، من يعني غير ما تحلفيني أنا والله بقول حاضر. خلاص بس فوق كده. راسي حاضر يا سلام عينيا. يا حبيبتي. بشكرك يا ست الكل، بشكرك حجزينا كل سنه وانتم طيبين. أنا كمان عشان اثبتها على التورته مم. فبستخدم بقى اللي هي اساس الشيش طاووق. اه هي طبعا موجوده وكلنا بنجيبها. تمام، او كمان الخله بتاعت السنين عشان ما تلاقيش الراس دي وقع من على الأدوات. الجسم، ودي كانت مشاكل آه. بتقابلنا كتير كلنا اه الحقيقة. طبعا، ما انا مش هحطهم كده على الهواء، لازم يبقى في حاجه بتثبتهم. هي عشان بس كبيره انا هعملها قاعده زي دي تقريبا، تمام. زي دي. مم. اوكي. وانا بدخلها هدخلها كاني بدخلها في المسمار الالوز، بس بتحاولي من غير ما يتغير الشكل. طبعا انا وانا ماسكه مم. مش بمسك بقى كده، لا انا بمسك بشويش. كويس. اهو وكده. معانا يا جماعه بالخطوات اهي. هطلع بس جزء صغير كده من فوق مم. هحط فيه الراس. تمام. اوكي. ومش هطلع اكتر من كده عشان ما عشان ما تخرجش بره ما الراس. تطلعش بره صح. الراس من فوق. اوكي تمام. كده تقريبا. وزي ما قلت عشان انا حافظه التفاصيل وعشان عملتها كتير. مم. لكن انا المفروض يبقى قدامي دايما مم. صوره. مم. صوره تمام. حتى من الموبايل. احيانا تمام. الموبايل يطفي وارجع اشغله تاني. بيبقى انا بعمل كده على فكره. ايوه ده الصح على أنا فكره بعمل عشان كده، تطلعي الصوره صح. بس لان كمان بيبقى في مش تفاصيل صغيره، مش فيجر معموله، مش توي. لا آه. مش توي مش صح، لان بيبقى فيها غلطات. صح. اوكي. مم. وانت لما بتشتغلي بتعملي غلطات تانية بتزيد على الغلطات اللي بس موجوده سوما اصلا اكيد في طبعا الفيديو. متابعه كل الكرتونز والاسماء. بصي والله مش دايما على فكره، كان زمان يعني زي مثلا الجديد هنا طبعا دول يعني ميكي وميمي اكيد. لا معروفين من زمان. لا ما اعرفهاش، انا بسال بقى بسال بقى اللي حواليا البنات. اللي انا عندي ولاد يعني الاقي كاركتر جديد في هالك الاخضر ده مين ده في حد قال لي عليه. فطبعا استعنت بالشباب اللي عندي تبداي الصغيرين. بقى كده تتابعي وتشوفي التفاصيل والصور. طبعا لازم اعمل سيرش عنه بجد. لازم اعمل سيرش عن الشخصيه، ما هو ده اللي صورها بيفيد. كانت كرتون ولا هو اللي بيبقى صعب في التنفيذ لما بتبقاش كرتون. لما بتبقى الشخصيات ال 3 دي بتبقى مش عارفه ليه بتبقى صعبه. بقعد ادور هم ازاي اتعملت دي. صح. بس فانا هاخد دي كده هي باينه معانا كده. اوكي. هحطها كده، هسيب بس سبيس صغيره كده. كده يعني انت لازم تثبتيها على التورته وانت بتكملي بقيه الشغل اللي هي مش لازم على التورته يعني ممكن على اي فوم. بالظبط لازم يبقى عندي عليه. حاجه فوم. تمام. عشان ادخلها عليها عشان حاجه مش بتاعت حاجه. هي انا حطاها كده عشان بس اثبت عليها وانشف عليها. وبعد ما تخلص خالص يعني بس لازم قبل التورته مش وانا بعمل التورته اقوم واخداها حطها على التورته. بالظبط. طبعا احنا هي على الفوم عشان الناس تبقى مركزه معانا في النقطه دي. بالظبط هي على الفوم. كويس. وقبلها ممكن يوم يومين كده. انا بحب اعمل قبل. انا بحب برضه احضر قبل، بيفرق كتير. بس واشيلها في الدولاب شويه وبعدين اخلص التورته وارجع احطها تاني عليها او على كب كيك. مركزين يا جماعه، يعني اي قطعه فوم كده هتبقى عندكم زي ستاند تقريبا، بتظبطوا عليها الشكل وبتسيبوه ينشف وياخد راحته خالص. بعد كده بتبتدوا تزينوا بيها التورته. بس احنا دلوقتي علشان نوريكم الخطوات اسرع يعني. وطبعا انا برضو بستخدم احيانا كاترز وحاجات زي. وعايزه اقول برضو حاجه ان انا بخلط الالوان على بعض. يعني انا دلوقتي عايزه بالظبط انا دلوقتي عايزه لون اطلع درجه البشره. كويس. فدي انا مش بستخدم لون معين عشان لا انا باخد الالوان الاساسيه اللي عندي الاحمر والاصفر. اوكي. ولو انا عايزه اعمل البشره غامقه شويه ممكن احط لها حاجه بني. بسيطه قوي بني بالظبط يدي بشره غامقه. كويس. فبخلط الالوان دي على بعضها ويطلع لي لون البشره عشان هي ميني عندها حته اللي هي القلب بتاع وشها ده لونه وبقها لون البشره. فانا برضو نفس الفكره. اللون يا جماعه معانا درجه اللون ده زي ما قلت الالوان اللي انا قلتها على بعض اللي هي الاصفر. ويعني عايزه اقول لك يعني حاجات بسيطه قوي خالص. صح. ما هي هتبقى حاجات وبزود مش بحط مره واحده الاصفر اخده واقوم حاطاه مره واحده لا عشان ما يقلبش كناري. ايوه. فبقعد بزود لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. تمام. غامقه شويه فاتحه شويه كده. انا عايزه اقول لك اصلا ان دمج الالوان لوحده اصلا فن. بالظبط. يعني بصي هي متعه ثانيه. يعني انا بصي لو بصيتي هنا هتلاقي لون الشعر ده مختلف عن اللون ده عن اللون ده. فكل واحده مختلفه عن الشوز مثلا بتاع ميكي ماوس. يعني هم بالظبط هي درجات قريبه من بعض بس كل حاجه لون تاني. فدي عايزه اقول لك دي لوحدها فن. عشان تظبطي ما بقول لك ميكس الالوان ده بيبقى فن لوحده. مين معانا؟ مدام ماجده ازيك؟ بسمع.
ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ألف سلامة. تسلمي يا حبيبتي. وبشكرك على كل الحاجات الجميلة اللي أنت عملتها لنا يا شيخ. ربنا يخليكي يا رب. وألف سلامة ليكي، وبرحب بالضيفة الكريمة اللي معاكي. تسلمي. معانا فنانة النهارده. أنا بس بتصل بقول لك الحمد لله على السلامة، لأن أنا الفترة اللي فاتت ما عرفتش أتصل من كتر التليفون ما كان مشغول. يا حبيبتي ربنا يخليكي. ألف سلامة. يعني كفاية متابعتكم والله. الله يخليك، شكرا جزيلا. تسلمي يا رب. مع ألف سلامة. بشكرك جدا، ميرسي جدا لذوقك. بصي يا بسمه، انا الاول فردتها تمام كويس. بعد كده ان هي عندها القلب بتاع وشها ده، انا هعمله بكتر. وعايزه اقول لك الكتر دي مش يعني مش غاليه. لا يعني انا بجيب طبعا كتر غاليه بس مش عندي كل المقاسات. فدي بالصدفه لقيتها في المكتبه بتاعه اللعب بتاعه البلاستوسين اسمه ايه بس في الصلصال. بس فانتي كده معانا جدعه بتاعت الصلصال وهي موجوده. عايزه اقول الواحد ساعات دماغه بتاكل. بس فانا اول حاجه عملتها كوره ناعمه. بعد كده باخد القلب كويس واحطه هنا كده في النص. اوكي اضغط عليه ضغطه. انا مش هقعد اعمله بالميه، المفروض يتعمل بالميه وكده، بس لا بس هو طري الحراره بينزل بعد كده. انا مطريته اصلا في ايدي. فانا بس هضغط عليه كده وخلاص. تمام. بصوا لحد دلوقتي الخطوات سهله جدا وبسيطه خالص. كل اللي عملته كوره وقصيت القلب وحطيته عليها بالظبط، بس يبقى في تناسق. القلب قد كده، فاهمه ازاي؟ قد الحجم اللي انا حطيته. تمام. تاني حاجه هجيب اي طول. الشكل يا جماعه اللي احنا بنعمله ده شكل ميني اللي على التورته. اوكي، يعني شكل ميني اهو باين معانا، هو ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. دي طول العاديه دي موجوده بتاعه الورده اصلا، دي انا هستخدمها. هحدد بيها مكان العين. يعني انا عندي عيني الناحيه دي كده كده، بس هعمل كده بطول، وناحيه كمان الناحيه الثانيه كده. تمام بس كده. اوكي. وبعدين هامله بقى الفراغات دي بلون العين اللي هو اللون الابيض. اوكي. اعمل بس حاجه بسيطه خالص. بصي حاجه كده قد يعني اكبر من رزه بشويه. تمام. بعملها شكل رزه بجد اهي كده. حتى انا بقول لهم كده دي العين اول لون من جوه. دي كده. بس خلي بالي على فكره عشان انا اللون الاسود كان في ايدي. انا عايزه اقول لك على حاجه. احنا اهي كده زي ما احنا شايفين. اجيبها اني كامله اهي بصوا شايفين احنا عملنا التحديد اهو بتاع العين، وبعدين اتملت من جوه بالابيض. حددناها بدي طول دي. اوكي كويس. الطول دي موجوده وباينه. تمام. مدام ناديه ازيك؟ السلام عليكم. ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك انت يا بسوم؟ بخير يا ست الكل. ايه اخبارك النهارده؟ بخير الحمد لله. منوره الشاشه ومنوره الدنيا. بنور متابعتكم والله. الله يخليك يا حبيبتي. بقول لك ايه بس ما بستأذنك بس انا الشهداء بتوع الطياره وربنا يرحمهم جميعا ويصبر اهاليهم يا رب. يا رب. الله يخليك يا بسومه. بقول لك يا بسومه انا مش فاكره جبنه القريش اللي كنت عملتيها. عايزه طريقتها؟ اللي هي بالفلفل دي كنت عملتيها انت من وقت. انت عايزه اساسها ولا عايزه الكريمه بتاعت الجبنه؟ ايوه الكريمه اللي هي الجبنه اللي عملتيها بالفلفل دي. عينيا حاضر. مش الجبنه القريش نفسها لا. انا فهمت. اوكي. واخده بالك؟ من عينيا. الله هتقولها لي دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. بقى عينيا حاضر. وطب حبيبتي سلامي لماما وسلامي الجماعه اللي عندك كلهم والكاست. ربنا يخليكي. تسلمي لي يا رب. الله يخليكي يا بنتي منوره والله. بنورك يا حبيبتي بنورك. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. ثم احنا هنا عملنا العينين الاثنين بالابيض. كده حطيت الابيض. والاحظ برضه هي فعلا حجم الرزايه بالظبط. او اكبر حاجه بسيطه. اوكي. انا لاحظت ان هي اكبر شويه، فهعملهم الاثنين بالظبط زي بعض. اوكي. بس هحطها كده وبالطول دي تاني هحاول ادخلها تاني جوه. كده. انا بس هفردها. تمام. مش هجيب كاتر، مش كل حاجه هقعد ادور على كاتر وادور على مولد عشان نتعامل بيه. فهي الفكره مش ده اللي هيوقفني في شغلي كمان. بالظبط. هبدا بقى لسه العين. تمام. برضو النيني بتاع العين بقى حاجه اصغر من الرزايه شويه. يعني بصي هي بتبقى تفاصيل كده صغيره جدا. يعني دي حتى يمكن دي متوسطه، ما هيش صعبه قوي، بس في ناس بتقول لي دي صعبه. بس انا مش شايفاها صعب. الصعب هو يعني مش صعب برضو بس بالممارسه. العرايس نفسها هي اللي مش
بتفاصيلها في الحاجات دي. عشان مش شخصيه كرتونيه، تحسيها شكل كانه شخص بالظبط. العينين، الرسم، بالزبط. الالوان، تستخدمي ريشه والوان فبتبقى اصعب شويه، لكن دي يعني متوسط. بصوا احنا كده اهو معانا كده في العين. هحط نفس اللي حطيته بس هتبقى صغيره. اوكي. بتبقى حته في الجنب ده كده وحته في الجنب التاني. وزي ما قلت بالميه، بس انا اهي شايفين ما بحبش اعمل بالميه عشان ما لخبطش الالوان. بس كده بضغط ضغطه كده خلاص. اهي زي ما احنا شايفين كده. يعني هعمل بقى بدات تقول اهي. لسه بقى البق هتقول برضو. ايوه هتتكلم بقى لما يطلع البق دلوقتي. طيب نقول على كريمه الجبنه القريش لمدام ناديه، وهي سوما شغاله كده في التفاصيل دي. هي عباره عن ربع كيلو من الجبنه القريش، خلاص بحطها في الخلاط او في الهاند بلندر زي ما احنا حابين. معاها 3 معالق او معلقتين من الزيت، ومعاها ثمره فلفل اخضر، ثمره فلفل احمر حار، زعتر وكمون. ولو حسيت ان هي مش بتلف قوي فممكن ازود شويه، بس يعني معلقتين 3 كده من اللبن. الفكره كلها في طريقه الجبنه دي ان اي حد بياكلش جبنه قريش هياكل الطريقه دي، ان هي بتبقى كريمي قوي، كانها زي كوبايات الجبنه الكريمي، بس طعم مختلف وطعم طبعا صحي جدا من غير اي دهون زياده زي اللي بتتباع بره. طريقه سهله وبسيطه، والحمد لله كل اللي جربها عجبته جدا. قولي لي بقى انت اصلا خريجه ايه؟ حقوق. اوكي. ايه بقى في الناحيه مش عارفه. انا اصلا بحب يعني حاويه قوي من زمان. تمام. بس بعد كده بقى اخدت كورسز وكده، وطورت كمان من علشان حابه ده فطورت من الهوايه بتاعتي. بالظبط. لكن اكيد كانت هتفرق، اكيد كانت هتفرق معايا لو دخلت فنون جميله. طبعا. بس عايزه اقول لك على حاجه، يعني في ممكن ما يبقاش خريج اصلا فنون جميله، او مش خريج فنون جميله، ممكن ما يبقاش عنده الهوايه الجزء ده. فانا ببقى شايفه ان هو مش شرط الحقيقه، يعني انه التخرج من هو اكيد هتفرق. لاني انا فرقت معايا طبعا اكيد ال4 سنين دول انا ندمانه عليهم، بدفع عليهم فلوس دلوقتي عشان اخد كورس واتطور. بالظبط. فاكيد كانت هتبقى احسن، لكن في نفس الوقت هي محتاجه بس مجهود زياده. يعني انا بذلت يمكن مجهود زياده اكتر من الدارس. صح. انا هعمل بقى البق. فانا هعمل كل حاجه كوره بس عشان ننعمها الاول. اوكي. وبعدين هاجي عند البق عشان بس ابين كويس. هاجي هنا عندي في الطرف ده هعمل كده. هي عندها خدود، فانا هطلع الخدود من هنا ومن هنا كده. اوكي. هبدا بس ادخل دي كده ودي كده. عايزين ندي بس وشها للكاميرا بس يشوفوا الخطوه دي معانا اهي زي ما انتم شايفين كده. يعني هدخل كده بالظبط. ودخلت كده. تمام. ده الخد هنا الناحيه اليمين والناحيه الشمال كده. تمام. اوكي. ودي هتبقى المناخير بتاعتها. اوكي. هحاول ادورها كده وهدخلها احطها كده. ايوه كده تمام كده. بالسكينه بقى وهفتح بقها. اوكي. بالسكينه كده من الحته اللي هي اللي في النص، فوش في النص دي كده باينه. اوكي كده تمام. بس هعمل لها هنا دخله كده بتاعه بعد كده هفتح. بالظبط. لازم يبقى عندها عشان تبقى اموره. تمام. يعني مش بس تبقى ماوس، مش عشان ماوس تبقى مش بصي تفصيله صغيره قوي بس فعلا طبعا في شكلها هي خالص. بالظبط. التفاصيل البسيطه هي اللي بتبين الشكل. حاجه سناء ازيك؟ ازيك؟ ايوه الله يسلمك. اخبارك ايه؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي انت، اهلا بيكي، نورتي البيت الشقه. ربنا يخليكي. نورتي بيوتنا وانت وحشانه جدا. تسلمي والله، انتوا اكتر، ربنا يخليكي. والله كل ما اجي اتصل كنت مشغوله على طول، عاوزه اكلمك من زمان. كفايه متابعتك والله يا ست الكل، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي تسلمي لي يا رب. كمل شفاكي على خير يا رب ويديكي الصحه يا رب بدعواتكم، ربنا يخليكي. الحمد لله ربنا نجاكي يا بنتي انت واولادك يا رب. الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليكي يا ست الكل. ليكي اي سؤال؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه نص شعبان. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا ست الكل وبالف خير. ربنا يعدي الايام على خير يا رب، ويرحم شهدائنا اللي بتوع الطياره يا رب. امين يا رب امين ان شاء الله يا رب يا حبيبتي. ربنا يخليكي. بشكرك جدا حاجه سناء.
بصي قولي انا لنا كل انت اللي عملتي عملته ايه؟ اخدت بس حته صغيره أوكي. خالص، الرزايه اللي انا باخدها دي حطيتها جوه البق كويس، وبعدين فردتها جوه البق اوكي بس كده. حلوه قوي. بصوا قد ايه بقى الموضوع سهل، بس هو محتاج تركيز وان احنا ندقق في التفاصيل مش اكتر. قولي لي بقى انت بتحبي الحاجات دي، طب واخبار بقيه المطبخ ايه؟ لا على فكره يعني بحب قوي المطبخ عموما، طب حلو جدا. لاني بعمل كيكس. بحب بقى بس بحب الاكل الشرقي بجد اكتر. يعني انا الاول قعدت ادور بقى في افكار جديده حاجات كده، بعدين لقيتها مش حلوه، ممكن اروح اخدها بالظبط بجد. المحشي البتنجان مش احسن من الحاجات دي. انا هعمل بقى الودان. اوكي كويس، وهخليها بقى انا عايزاها تخينه شويه، مش عايزاها رفيعه. انت عشان كده عماله بتفردي ايوه واتنيها بالظبط. اوكي علشان تبقى محمله بمعنى اصح. بكتر، باي كتر. بس ده كبير شويه، ممكن اشوف كتر تاني اصغر. يعني كل حاجه انا بقيسها، عارفه ازاي؟ علشان تبقى الاحجام متناسقه بالظبط. استاذ هاني ازي حضرتك؟ السلام عليكم. الله يسلمك. معاك المهندس خالد. اهلا قالوا لي الاسم غلط، معلش انا اسف. معلش ولا يهم حضرتك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك، الف مليون الحمد لله على سلامه حضرتك. ربنا يخليك يا رب. يا بسمة انت والاسره، وربنا يا رب ما يجيب حاجه وحشه تاني ابدا. ربنا يخليك، مشكوره جدا ومنورانا والله العظيم بجد منوره. بنور متابعتكم والله. ربنا يخليك. وارحب بالضيفه الجميله والفن الجميل. ميرسي. تسلم يا رب. الله يخليك. شوف بس رجاء انا كنت طلبت من الشيف احمد القاضي حاجه، تمام، بس هو قال لي صعبه شويه، بس هطلبها من حضرتك. ايه بقى؟ ممكن لو حلقه كده تجيب لنا سامبلز او نماذج، اوكي، من الخامات اللي احنا بنستخدمها في شغلنا، تمام؟ من ايه؟ الخامات يعني مثلا ايه، عسل الجلوكوز، المحسن، الخميره، الدقيق، الجيلاتينه، الجيلي. انت عايز تشوف شكل الخامات؟ الله يفتح عليك. ليه بقى؟ لان الخامات في السوق متنوعه ومختلفه. يعني مثلا مثال عسل الجلوكوز انا بلاقيه مثلا في محلات فاتح سنه او مائل للشفاف، وفي محلات تانية مائل للاصفرار. ده بيقول لي ده كويس وده بيقول لي ده كويس، اوكي، ده مثال. بس في حاجات تانية كتير، فممكن حضرتك تعمل لنا مثلا حلقه زي كده تفهمينا الخامات الكويسه شكلها عامل ازاي، وفي نفس الوقت ايه يعني الفكره عن الاسعار. انا مثلا برضه بلاقي تفاوت بين محلات ومحلات. تمام. لو امكن يا شيف بسمه بس هي فعلا هي بتختلف من يعني انا بجيب حاجتي منين او بستوردها منين او النوع ده مصري مستورد، ساعات بتختلف علشان كده. ما حضرتك برضه عرفينا يعني عشان بس تبقى الفرق ايه يعني، وبرضه اعرف برضه الكريم شانتيه كويس ازاي يعني، برضه ادينا برضه ايه. نحاول. حاضر. ربنا يخليك لينا واشكر حضرتك جزيلا، والف مليون الحمد لله على سلامه حضرتك. ميرسي جدا، ميرسي متابعتك. اشكرك يا فندم، مع الف سلامه. اشكرك شيف خالد، ميرسي جدا، مع الف سلامه. وصلنا لفين؟ بصي الودان. الودان انا ما لقيتش كتر. تمام. مش مهم، مش حاجه توقفنا. عملتيها بايدك. عملتها كوره. اوكي. ضغطت عليها بايدي الاثنين كده. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده اهي بقت ودان. اوكي كويس. بالخله بتاعت هنثبتها بيها. اوكي بالظبط. ندخل كده واحده كده واحده. ايوه بالظبط يا مروه. انا هنا في فيونكه، اوكي، في فيونكه انا هحطها لها هنا، فانا عشان بس اسيب مسافه فانا هحط واحده كده. ماشي. هنا بقى انا ممكن الجا للميه، بس ما بحبش الميه عشان التلطيش، بس هي لازم عشان ساعات بتعمل لخبطه. اوكي بصوا زي ما انتم شايفين اهو الشكل معانا اهي. ايه رايكم بقى؟ كله هوا. لسه المناخير ما اتحطتش. عايزه ايه؟ الاول بس فروزن داخله على طمع يا مروه. فروزن ممكن عايزه حلقتين مثلا. اوكي علشان تمسك معانا شويه. لا دي ميه، هي بس بالفرشه كده سنه ميه بس علشان بالظبط عشان تثبت، بس عشان اثبتها عشان تثبت ونوريكم بس الشكل النهائي. مناخير حاجه برضو صغيره خالص كده، احطها كده كده بقيت شكلها ناقصها بس حاجه واحده. كويس. ايوه صح طبعا الفيونكه. ايوه مخرجتنا بتقول لي الفيونكه. طبعا ناقصها الفيونكه. كمان حاجه بسيطه قوي في العين. يعني بصي برضو احنا لسه بنقول التفاصيل البسيطه. التفاصيل بتفرق، بتاخد وقت يعني. في ناس ممكن
تخلصها في 10 دقايق صح. بس هتبقى وحشه، مش هتبقى حلوه. بس لكن لو اللي اديتيها بيدقق في وقتها، التفاصيل مش اديتيها مشكلة وقتها بالنسبة له واديتيها الوقت. حقها بالظبط، مم. هفضل وراها لحد صح. حاسه ان هي، انا احيان كتير بلاقيها مش، لا مش هي، مش ناقصها حلوه حاجه فيها، ما فيهاش ضحكه حلوه، ما فيهاش شكل حلو، صح. فبرجع اعيدها تاني من جديد. صح. فانا بصي هعمل حاجه بسيطه خالص. مم. هاخد انا الاسود بوظ لي الدنيا خالص. هاخد بصي حاجه بسيطه ممكن اعملها بالريشه والالوان الابيض. دي نقطه بيضاء تتحط على النين الاسود، هي بتدي ضي بسيط خالص للعين كده. اوكي. بس انا بشوف بتفرق يعني طبعا كده. الفيونكه بقى هخليها ايه عشان مروه لا بس في الاخر خالص وانا بزين. اوكي. هي عشان مروه بتسال على الفيونكه يا جماعه. رموش مروه بتسال على رموش، تعملي رموش ايه؟ لا لازم. برافو يا مروه، مركزه معانا لا بالالوان طبعا قوي في التركيز. برافو يا مروه، برافو. على فكره انا كنت ممكن انساها، ده الوان ناسيه رموش، دي الوان عاديه، الوان جل، وفي الوان ايوه هي يعني الالوان اللي انا بستخدمها وبخلط بيها. في الوان اللي هي زي الباودر دي، ده شكلها. وفي الوان اللي هي الجل اللي ترسم معاك الرمش، دي انا بلون بيها فوق الفوندنت من فوق، بلون بيها الورد شويه بالظبط. بعمل لها مكياج بدي. اوكي كويس. تمام. دي بلون العجين نفسه الفوندنت بيه، او ان اشتري جاهز ملون. صح. اذا الالوان اللي انا محتاجاها مش موجوده. انت عايزه كويس. الريشه بصوا احنا يعني هي بتعمل هنا الرموش بالريشه، بس هعمل 3. انا ممكن اعملها بالريشه وممكن اعملها بالفوندنت برضو. بس انا بحبها كده اسهل يعني. كده 1 2 3 بحب 3 رموش، 3 رموشات بالظبط زيهم كده الناحيه الثانيه. 1 2 3 كده. وممكن اعملها برضو بالفوندنت. كويس. اهي شايفين معانا رموش، بصوا فرقت اهي. حاضر يا مروه. الفيونكه ها؟ لا مروه كمان دخلت على الفلاشر، عايزه فلاشر. اوكي. تأمر يا مروه بس كده. ده بقى فستانها، بس انا ممكن قبل فستانها دي تغسلي ايدك علشان والله يا ريت. هي مشكله في الالوان دي، ما بنتعامل مع لون غامق لازم يجي بعد كده فاتح، بتبقى مشكله فعلا. خصوصا لو ابيض. بالظبط. انا لازم قبل الابيض لازم ارجع، وده بينك برضو يبان فيه قوي قبل الاسود. انا بعد الاسود مش قبل الابيض، بعد الاسود لازم اغسل ايدي على طول. اوكي. احنا دلوقتي هنعمل الفستان بتاعها. بصوا دي يعني فعلا هي سهله، يعني لو حد شفتي هي بسيطه ازاي، بس يعني هي فكره التكنيك. انت بس مجرد ما عرفتي التكنيك يعني اعتقد لو حد قاعد دلوقتي ومعاه عجين السكر وبيحاول حتى يشتغل بيها، حتى مش شرط نفس الالوان دلوقتي لو مش متاح عندكم طبعا نفس الالوان، بس قمتوا بس وايديكم اخذت على التشكيل او حاولتوا شويه تجيبوا الشكل، اعتقد مره في مره مع الالوان بتاعتها بالظبط هتبقى مظبوطه معاكم. طبعا شوفوا بكره الاعاده، علشان ممكن حد مثلا يحضر عجينه السكر بكره ويشوفها بكره في الاعاده. هو احنا ممكن اعمل حاجه، ممكن اعمل فيونكه برضو من غير كتر ولا مولد ولا اي حاجه. كويس. هعملها عشان بس تنشف شويه. اوكي. كويس. هو لازم يبقى محطوط كده جنبي علشان كل شويه يمسك شويه في العجينه. وكمان الجو. عجينه السكر بتفرق قوي في الجو. قولي لي بقى المواقف اللي قابلتك مع عجينه السكر. مع عجينه السكر بقى والاشكال والحاجات دي. اكيد ليكي مواقف. انا المواقف كلها مع الولاد الحقيقه. دي حاجات في حوادث بتحصل مع الحاجات دي مع الولاد، لانهم طبعا بيحبوا الحاجات دي قوي، فهم هو مش فاهم يعني ايه دي مش بتاعتنا مثلا او كده. ايوه بالظبط صح. دي ممكن تتاخد يعني. لا ولو انا عايزه دلوقتي انا عايزها بالظبط. وفاكرين هي دي اللي بتبقى صدمه بالنسبه لي. طب اقنعه ازاي انها مش بتاعتك؟ صح. احنا كده هنعمل الفيونكه بتاعت انا برضو بصي كل حاجه انا بعمل كوره وبعدين من هنا كده انا عملت شكل كون. اوكي كده. كل حاجه يعني ممكن تنفع قوي بالتشكيل، عارفه؟ بس لا حسيتها كبيره شويه.
لازم يبقى في صبر يا جماعه. هو هي الفيجر كده محتاجه صبر. اصل بصي لو ما فيش صبر مش هتطلعي الشكل اللي انت عايزاه. بالظبط. يعني كتير وانا بعلم حد لازم هي مش مظبوطه مش حلوه، فبخليهم يعيدوا تاني. فاهمه ازاي؟ يفضلوا يعيدوا فيها لحد ما يطلعوا الشكل المظبوط. احنا عملنا 2 كون بس هفردها حاجه بسيطه، مش هفردها خالص. مش هفردها خالص كده، اسويها بالترابيزه. لا كده هي شايف الشكل باين معانا. ده شكل عملتها شكل قلب. اوكي، حاجه زي قلب تخين كده. ممكن بظهر السكينه يا جماعه، مش لازم الخطوط بتاعه بس خطين كده كويس. يعني ده اللي ما عندوش يعني اي ادوات في الدنيا، التشكيل كله بايدي بالظبط، ولا مولد ولا اي حاجه. صح. مش مستاهله يعني. بس هلف هنا عملت الرباط ده ولفيت بايدي كويس. مروه فرحانه بالفيونكه قوي. لسه يا مروه في حاجات تانية بتتعمل فيها. احنا ممكن بقى ننقطها، يعني عارفه نحط لها نقط. تنطق شويه. هي محطوطه هنا فيها ولا الفستان بتاعها اصلا منقط؟ يعني اللي حابب يحط فيها نقط كده بيضه كده. اوكي، بتدي شكل. عارفه احنا لسه بنقول تفاصيل. حاجات صغيره بس بتفرق جدا فعلا في الشكل. انا بس بحدد قد ايه انا بحط الدايره من غير كتر زي ما قلت لك كده. تمام، عشان تبقى لايقه مع الفستان. بالظبط كده. احنا زمان كنا بنعمل برضو التوك من العرايس بتاعتنا، احنا كنا بنلبسها كل حاجه. اللبس بتاعنا زمان كان لازم التوكه تبقى شبه الفستان والحاجات دي. عايزه اقول لك يمكن المتميزين في يعني الكيك ديزاينر معظمنا البنات اكتر من الولاد. عايزه اقول لك يعني كتير يقولوا لي كده، انتوا ليه انتوا ليه اشمعنى انتوا اللي متميزين؟ فده بسبب كده، بسبب ان احنا فعلا دي يعني الحاجات اللي احنا بنحبها اصلا واحنا صغيرين. بصوا بقى شكل الفيونكه يا جماعه فوق انا كنت المفروض اسيبها تنشف شويه بس علشان تكون متماسكه، بس هو اكيد الناس يعني مدركه ان احنا طبعا كان المفروض نسيبها تنشف شويه، بس علشان يوريكم الخطوات اهي كده. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ نفس الشكل اهو اللي على التورتايه اهو اللي جاي معانا. هحاول بقى افرد ده بقى بقيت فستانها. تمام. ده الفستان. اوكي تمام. سيبوا بس لحظه اعمل الرجل كمان عشان اركب بقى كله على بعض. اوكي برضو يبقى احنا عملنا الجسم وعملنا الراس نفسها بتفاصيلها. حنان ازيك؟ الو مساء الخير، ازيك شيف بسمه؟ مدام حنان ازيك عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب كده دايما كده طلتك الحلوه الجميله دي ما نتحرمش منها يا رب. تسلمي يا ست الكل. فاكراني ولا لا؟ بس انا مش عايزه طلب، انا بس بكلمك اهنيكي عشان اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليكي يا رب. المره اللي فاتت ما عرفتش ابدا اكلم حضرتك. تسلمي لي يا حبيبتي والله وكلك ذوق. وخدت موبايلك من مدام ميرفت وحاولت اكلمك ما عرفتش اوصل برضه. والله يا خبر. ايوه ما كنتي تعبانه عشان قلت لها عايزه اطمئن عليها، قالت لي معايا موبايلها بس للاسف ما عرفتش اتواصل معاكي. تسلمي والله يا رب كلك ذوق والله. ميرسي جدا لسؤالك. الحمد لله على السلامه وربنا كده يا الله لا يعودها ودايما كده نشوفك في ابهى صوره. يا رب يخليكي. وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت طيبه يا حبيبتي. يعود عليكي وعلى اولادك وعلى كل الاسره بخير ان شاء الله. تسلمي، ميرسي جدا لذوقك، بشكرك. ماشي يا حبيبه قلبي. ميرسي يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. احنا الرجل انا هعمل برضه، انا هشتغل الرجلين الاثنين في وقت واحد، ما مش حاجه كبيره حاجه صغيره يبقوا زي بعض. اوكي تمام. برضه كورتين. كان عندنا سؤال امبارح. اسراء كانت عايزه الكيك الاسفنج. الكيك الاسفنج عباره عن 5 بيض، دي الصينيه ومقاس 22. 5 بيض وكوبايه من السكر وكوبايه دقيق وربع نشا او ممكن كوبايه وربع دقيق، وعندي فانيليا، وعندي اما معلقه صغيره من البيكنج باودر او معلقه من المحسن الكيك.
كل اللي انا هعمله ان انا هضرب السكر مع البيض كويس جدا 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 لحد ما والفانيليا لحد ما يديني فوليوم عالي جدا وكريمي وليه قوام مختلف سميك شويه. بعد كده بقلب البيكنج باودر مع الدقيق مع النشا، اللي حابب يضيف نشا مش حابب خلاص ممكن استبدلها بدقيق. لو عايزاها شوكليت بشيل دايما معلقتين من الدقيق وبستبدلهم بمعلقتين كاكاو خام، مكان الدقيق بيبقى كاكاو خام. مكان المعلقتين طبعا مش كميه الدقيق كلها. بقلب المواد اللي جافه مع بعض وبنزل بالتدريج وبقلبها من تحت لفوق بشويش خالص عشان ما اخرجش الهواء اللي انا دخلته في البيض والسكر. وبعد كده بكون مبطنه الصينيه بتاعتي بزبده ورشه دقيق وبنزل فيها بالخليط الكيك ده، بدخلها الفرن على درجه حراره 180 تقعد معايا حوالي تقريبا 45 دقيقه. اهم حاجه بس ان انا ما افتحش عليها علشان ما تهبطش. وبعد لما تستوي بسيبها 5 دقايق كمان في الفرن علشان تحتفظ لسه بالعلو بتاعها. معانا مين؟ عصمت ازيك؟ الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام بسمه؟ ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. انا اول مره في حياتي اكلم في التليفون. تنورينا بس طبعا. كنت عاوزه اطمن عليكي قوي قوي قوي. تسلمي يا ست الكل، فوق راسي ربنا والله. يخليكي يا حبيبتي وما يحرمناش منك. انا ما بتفرجش على التلفزيون من يوم انت ما غبتي. لما فتحت النهارده ولقيتك قلت لازم اكلمك. يا خبر ابيض. ربنا يخليكي يا حبيبتي والف حمد لله على سلامتك. تسلمي يا حبيبتي الله يسلمك. ان شاء الله تكوني بخير. انا نفسي اخد نمرتك واكلمك كتير قوي قوي قوي. ودي اعمل كنترول يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. ميرسي قوي يا حبيبه قلبي وحمد لله الف حمد لله على سلامتك. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. بشكرك يا مدام عزة. وصلنا لايه؟ الرجل. احنا خلصنا الرجل. لا انا ممكن اعمل واحده كمان. برضو كوره. هعمل واحده بس اصغر شويه كويس بس عشان اوريهم تتعمل ازاي. تمام. هنا هتبقى يعني هنا رفيعه وهنا اطول شويه. وهعمل هنا شكل السبع عشان انا هدخل جواها الجزمه. تمام كويس بس هيبقى شكل كده. اوكي. تاني حاجه هبدا بقى اعمل الجزمه بقى الصوص بتاعها. تمام. طيب فاصل سريع جدا وايه اللي قدامنا قد ايه؟ استقريتوا على ايه طيب؟ لسه قدامنا شويه. ماشي اوكي. افكركم تاني ان عجينه السكر ازاي نحفظها عشان تكون مشكله كتيره لناس كتيره، ان احنا بنغلفها بكذا كيس وممكن نحطها كمان جوه علبه وفي اي ظرف عندنا في المطبخ او في علبه على جنب في المطبخ بس مش في الثلاجه. بتبقى سهله بعد كده تشكيلها كلنا، بس هي بحراره الايد حراره الجسم نفسه لما زي ما سومه كده بتحاول تكورها كده بتبقى لينه زي الصلصال بالظبط، بتلين بعد كده وبتختلف. يعني حتى لو انت طولتي كمان في يعني في ماسكاها في الايد ساعات بتلزق من كتر ما بتاخد حراره الجسم معانا. فهي بس مجرد ما بتلين للسمك اللي احنا عايزينه خلاص بنشتغل بيها عادي جدا. طبعا هي قد ايه طبعا سعرات عاليه بس قد ايه برده شكل جميل وفن في اشكالها. وبعدين احنا مش بنعملها كل يوم. انا مش باكلها اصلا. لا احنا بنعملها غالبا في مناسبات في كده في اعياد ميلاد. لكن هي مش بتتاكل كل يوم، هي مش اكل. لا طبعا. هي الاكل هو اللي يعني دايما الواحد يركز قوي في السعرات الحراريه بتاعته، لكن دي مره ولا حاجه يبقى في اليوم الفري يعني مش لا وحتى كمان والله لما بنعملها يعني انا واحده من الناس وناس كتيره من اللي بتاخد الكيك هي بتشيل طبقه السكر وتاكل الكيك نفسه الكبار، لكن الصغيرين بيحبوا السكر جدا. الصغيرين بالنسبه لهم في حاجات تانية في حاجات تانية برضو زي بنعمل بيها برضو موديلنج زي الموديلنج شوكليت. وفي الموديلنج بيست برضو بنعمل بيها، هي برضو عجينه سكر. انهي بقى اللي اسهل في التشكيل؟ الموديلنج شوكليت حلوه جدا في التشكيل. هي مثاليه الحقيقه. بس هي في الصيف صعبه عشان بتسيح وكده. تمام. لكن هي انا اصلا بشتغل بالموديلنج شوكليت بس وقفت من اول ما الصيف جه بدات اقلق بقى، بدات احس ان في خطوره. بس فبصي اول حاجه انا عملت الشكل ده. اوكي. بعدين بقى انا عايزه ادخل الجزمه جوه الرجل. تمام. انا عايزه نعملها ونوريها قبل ما ناخد الفاصل كده بس كويس. اهي واضحه معانا. تمام. بعد كده هجيب الرجل وادخلها جوه الجزمه. اوكي كده بنديها الشكل. بعد كده اعمل لها كده بوز من قدام وابدا بقى اغطي شكل الجزمه من ورا. هي رجلها هي اصلا الجزمه بتاعتها كبيره مش فاهمه ليه، بس هي كعب يا مروه. ممكن نعملها كعب بس وانا بحطها. اوكي. مروه بتحب التفاصيل. برافو يا مروه. عايزاكي معايا عارفه.
من الناحيه الثانيه. سهله والله جدا يا جماعه بجد، وبسيطه قوي. اوكي كده هركبهم على بعض ولا بعد الفاصل؟ نلحق نركبهم قبل الفاصل يا مروه. طيب ناخد فاصل الاول. اوكي هناخد الفاصل ولا ايه وهنرجع تاني؟ اوكي فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنعمل دلوقتي مع بعض هنكمل بقيه الفستان بتاع ميني. زي ما انتم شايفين اصلا يعني ببساطه خالص نقدر نعمل الوش، وهي نفس التفاصيل بتاعه ميكي على فكره، هو فرق بس الاضافه، هو نفس التكنيك. الرموش والفيونكه. انا هلبسه شورت احمر بالظبط، وهشيل الفيونكه، يعني كاننا اتعلمنا شخصيتين في شخصيه واحده. كده لفتها كويس. الفرق في الوش هيكون هنشيل الفيونكه وهنشيل الرموش، بس في الجسم هيلبس الشورت هو لابس ايه تاني؟ والتيشيرت. لا مفيش تيشيرت، هو لابس في شورت بس، شورت احمر. هو لابس شورت بس يا جماعه. اللي خليها تحط رجل على رجل كمان اهو. بصوا احنا كده يعني الجزء الاول في الفستان هو اللي من فوق، وبعد كده حطينا اهو الرجول. احنا ممكن نلفها شويه يا سوما. اوكي بالكاميرا اللي على يمنا بس كده تمام. سنه كمان يا سوما، سنه كمان. انا عارفه انه بيبقى صعب عليك انك تشتغلي عكس اتجاهك اهي، شايفه بس اتس اوكي. كده تمام. كده فستانه مش عارفه مظبوط ولا ايه، بس لا تمام. وحط رجل على رجلي طبعا. هي مش في اي حته، هي في كل بلد اكله. اوكي وبعد كده انا احسن ان انا بس الاول زي ما تحب يا مروه. لا كده. ايوه بالظبط. مش عارفه انا ظبطاها. انت ممكن تقلبيها شويه عليكي وتظبطيها ونرجعها بس بالظبط. اشوفها عشان تتظبط. هي الفيونكه اعتقد هي اللي عايزه تتقرب لقدام. فيها حاجات كتير عايزه تتظبط. من قدام كده تمام. اهي بصوا زي ما انتم شايفين. في بقى ايديها بتبقى لابسه نص كم. اوكي نص كم ماشي. بصي مروه بقى بتقول لك ايه؟ والاوبليتات. ما هي الاوبليت ادي واحده، ادي الثانيه. حلوه دي، عاليه ولا ايه، ولا محتاجه تعلى اكتر؟ ها انت شايفه يا مروه؟ انا مش شايفه. لا بتقول لك عايزين يعلوا سنه. بجد؟ ها والله يا مروه كان المفروض تكوني موجوده معانا جوه في الحلقه دي. بس بنحط ايديها، ادي ايد وادي الثانيه على السريع بقى كده. شكل الايد بقى ايه، مظبوطين الابلوتات ولا ايه؟ ولا مش مظبوطين؟ الشمال. ها الشمال ايه تعلى؟ انا مش، بصي بقى انا مش عارفه يبقى شمالك ولا شمالي، خلي بالك. شمالنا احنا تحتاج تعلى كده ظبطت. كده ظبط. كل واحد ليه شماله برضه. انا لازم اعدلها عشان اشوف هي شغاله ماشيه ازاي. يعني بصي اعدليها، يعني اعدليها ليكي. اوكي. او هي قدامنا على الشاشه. بس انا في الياقه بتاعتها هي بيبقى ليها للبلوزه بتاعتها. هي فستانها فيه تفاصيل كتير. بس انا عشان الوقت فانا مش. بصوا دي ادي ناحيه. اوكي. التانية بدور عليها جوه الكتر اصلا. حاضر يا مروه. ارفعي لنا بقها شويه سوم. انا هعدلها وهبص بقى ايه اللي ناقصها وهظبطه. اوكي. ايديها بقى. طبعا يا جماعه اصلا الواحد يشتغل عكس اتجاهه بتكون صعبه جدا، بس هي سوم علشان عايزه توصل لكم الافكار والتفاصيل اللي فيها. الايدين بقى هي زي ايدينا طبعا، بس هم عندهم 3. عندهم 4 صوت كده باينه معانا كده برضو. ثانيه هعمل ايد بالعكس، عملت هنا اليمين عملت الشمال كده. بعدين هعمل خطين كده. هعمل ايه هنا ولا هنا؟ هنا مين؟ اوكي. اهي دي شكل الايد صغننه كده ب3 صوابع. انتوا مش جايبينها ولا؟ انا هعدلها بقى بعد اذنكم. اوكي.
اهي، شايفين شكل الايد اهي، يعني هي بالسكينه بسيطه جدا. تمام. ايه الاخبار يا سوما؟ انا بس هو اظبط تركيبها، هظبط الرقبه مكانها بتظبط ازاي. لها التفاصيل بتاعتها. وهي سوما بتظبط تفاصيل. عايزه اقول لكم النهارده جزء من الحاجات اللي ممكن نخزنها في رمضان المكسرات بتكون مهمه جدا وبنستخدمها كتير. فممكن نعمل ايه من دلوقتي؟ احنا ممكن نحمصها علشان ما نستهلكش وقت كتير في اليوم نفسه. ممكن من دلوقتي نحمصها وبعدين نعبيها في بطرمانات ونشيلها في الثلاجه ما بتغيرش طعمها خالص طالما في بطرمان ازاز ومقفول كويس جدا. البلح احنا ممكن نحضره من دلوقتي وفي اكياس برده في الثلاجه او في ضرفه الخزين، يعني بنشيل النوى بتاعه منه. كل ده بيسهل لنا جدا جدا الوقت. كذلك برضو الفواكه المجففه ممكن نقطعها ونخليها في اكياس وندخلها جوه الفريزر، سوري جوه الثلاجه. حاجه تانية الفواكه، طبعا رمضان مش عصير قمر دين بس، وطبعا اكيد بيتباع بره غالي. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نخزن فاكهه من دلوقتي، اي فاكهه تحبوها تبتدوا ترشوا عليها شويه سكر، عصير ليمونه، تقسموها في اكياس تدخلوها في الفريزر، هتخرج تتعمل فريش في نفس اليوم يوم الصيام. فكل دي افكار مختلفه وفي نفس الوقت تنوع، مش ان انا اكون بس على قمر الدين رقصوص وتمر هندي، لا ممكن تكون فواكه طبيعيه وتغيير في نفس الوقت. احنا كده كمان ركبنا اهو الايد، هو عارفه تبقى زي جوانتي ولا تين زي الجوانتي بالظبط، هو كانه جوانتي. بعدين النقط بتاعه الفستان. اوكي بصوا شكلها يا جماعه قد ايه بقى بسيط، يمشي قوي عشان طبعا عشان الهواء. اوكي تحبوا ننقل لكم التورته الكبيره على الوش ولا خلاص مكانها كويس؟ بس ناقصها حزام بس. طيب نعمل حزام سريعا ولا ما معناش وقت؟ معناش وقت متاكده؟ طيب احنا هنكمل. ها خلاص ادونا وقت سمح للحزام. اوكي يعني مش هنخلص مين يعني عشان حزام يعني. ايوه بالظبط. عايزاكم بقى يا جماعه بجد تجربوا التفاصيل دي وتعملوا مره واثنين وتعيدوها تاني، مفيش اي مشكله خالص لحد ما تتعودوا. وتتفرجوا بكره طبعا على الاعاده الساعه 1 الظهر، وحضروا كده عجينه السكر معاكم. و مش شايفه بالظبط بس اوكي. انت ممكن تجيبيها شويه ناحيتي ها ونظبطها. طب اعرف منك بعد الهوا مره اهي. حاضر، انا عارفه ان احنا جبنا اخرنا في الوقت. طبعا بزودوا بقى النقط في الكورنيش الفستان براحتكم. بشكرك جدا يا سوما. ميرسي قوي. لا بجد حاجات مختلفه، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله يا رب يكون تعلمينا بقى فروزن والحاجات الشخصيات القويه جدا. بشكرك ونورتينا. ميرسي يا سوما. بشكر طبعا كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده وتابعوا حلقتنا. ان شاء الله تكون الافكار عجبتكم وتكون سهله بالنسبه لكم، وبدل ما تاخدوا او تكونوا حاسين ان حاجه صعبه، لا الحاجه اهي قدامكم. ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني مع سوما تعلمنا حاجه مختلفه. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على الف خير.